إما أنها على الحياد زي اليونان، وإما أنها ضد الكيان الصهيوني زي روسيا. فليس من قبيل الصدفة أبدا أن يكون البروتستانت هم الأساس في الصهيونية. ليه الكلام ده بنقوله؟ لأن البروتستانت بيؤمنوا بعقائد اليهود حرفيا. يعني شريعة البقرة الحمراء اللي هي لابد من ظهورها، ذبحها وتطهير الشعب اليهودي من أجل قدوم المسيح، ده إيمان بروتستانتي. هم لماذا يدعمون الكيان الصهيوني ولماذا أنشأوه؟ لقدوم المسيح. فلذلك بدأت في هذا إنجلترا، ولما سقطت بقى الإمبراطورية الإنجليزية كما قال جوستاف لوبون، لابد على هذه الإمبراطورية أن تسقط. في حادثة دنشواي اللي حصلت في مصر، هذه المجزرة التي حدثت، والأسف الشديد شارك في هذه المحكمة قضاة مصريين. يعني أخو سعد زغلول كان من ضمن المحكمة، وبطرس غالي اللي هو رئيس الوزراء كان قاضيا فيها. جوستاف لوبون لما وصلوا هذه المجازر قال هذه الإمبراطورية ظالمة ولا بد أن تسقط. وسقطت بقى الإمبراطورية الإنجليزية، وحل محلها مين؟ أمريكا. كلاهما بروتستانت